اللي هو من جهه ومن جهه اخرى لاعبي الجيش الملكي البحث عن الانتصار. واهم شيء الرجاء يعتمد اليوم على ناس زنيتي رقم 1 في حراسه المرمى، عبد الاله مذكور، مروان الهدودي، عمر العرجون، سفيان رحيمي، بين مالونغو، عبد الجليل الجبيره، عبد الاله حافظي، وردي زكريا، سميله وترا، ومحسن متولي الذي يعود لتشكيل العميد يلعب هذه المباراه كرسمي. ينال انتقام من طرف المدرب التونسي لسعد الشابي. الجيش الملكي يعتمد سفين فاندر بروك على تشكيل يضم ايوب لكراد، محمد مفيد، اديسون البرتو مونتيرو، عمر الجراري، يانيك بونغالا، ربيع حريمات، رضا سليم، ابو بكر تونغرا، عبد الاله عميمي، حمزه اجمان ومحمد الخلوي. والتشكيل الرسمي للجيش الملكي في هذه المباراه حوار بلجيكي تونسي لمن سيحسم اللقب هذه السنه. نظن انه سيكون لمدرب اجنبي لانه ثلاثي الصداره 2 من تونس. للمعلومه اخر مباريات تعادل امام ماركوز، امام سريع واتزم. اليوم ما كاين لا تعادل، ما كاين الا البحث عن نقاط الانتصار. الكره بين مالونغو في منطقه الجزاء، لكن التغطيه من رفيق دربه من ابن بلده يانيك بونغالا. فرصه للتمرير، الضغط العالي من لاعبي الجيش الملكي، ما كانش تسلل. رحيم بن مالونغو والحكم يقول واصل اللعب. مشات كره للامام لفريق الجيش الملكي. الخلوي وإجمان، الخلوي مر، الخلوي راوغ، الخلوي مشى. اولى في شهاده ميلاد واحد من المدربين الكبار في بلجيكا. كره من بين مالونغو ممتازه جدا. الكره الاخيره لفريق رجاء. مفيد مشى الضير الايمن، مفيد مرارة من الطرف الايمن مفيد، لكن التغطيه من دفاع الرجاء ضائعه. تتحول لفريق الجيش الملكي. الانطلاقه رضا سليم، رضا يا رضا، وتدخل ناس زنيتي. لك تعود مونتيرو بورغيس محور خط دفاع على اصفار. كره تتحول من خلوي مر من الطرف الايسر في منطقه الجزاء. الكنترول مبعد. سميله للامام، رحيمي مر الرحيمي لحفيظي، لكن الكره تسدد ضربه مرمى والرايه مرفوع. كره من مروان الهدودي لسفيان رحيمي من الطرف الايسر. رحيمي يحاول يراوغ يحرر نفسه ويحرر الرجاء مع انطلاق هذه المباراه. كره حفيظي الرحيمي ممتازه جدا. بدر بنون، كره نحو بين مالونغو، ترويج بشكل ممتاز جدا. عبد الاله حافظ المذكور، كره عرضيه من مذكور بين الرجاء والجيش الملكي. هنا في الدار البيضاء ضربة زاوية رجاوية. محسن متولي مبعدة من خلوي تتحول كرة من جديد رجاوية. كأس العالم في دولة قطر، كل التوفيق للعناصر الوطنية. دي كرة من الطرف الأيسر في منطقة الجزاء، لكن مبعدة. تنظيم دفاعي جيد لفريق الجيش الملكي. كرة نحو بين مالونغو، هذه المتابعة، لكن التغطية رضا لمفيد من الطرف الايمن. مفيد والكره ضربه زاويه. الجيش الملكي نشوف الكنترول من تونغرا وتسديد الكره من مونتيرو، لكن اصطدمت بذراع المدافع الرجاوي وتتحول بعيدا. كره في منطقه الجزاء ممتازه جدا. ربيع حريمات في ربيع العمر، في ربيع هذه المباراة يصنع الهدف، يسجل الهدف الأول. لعبت بشكل ممتاز جدا، يسل الشعر من العجين، انسل وسط زحمة من عبد الاله حفيظي في منطقة الجزاء، لكن كرة مبعدة. ضربة زاوية الرجاوية في منطقة الجزاء، المتابعة بالراس، ما زال الخطورة ودفاع الجيش الملكي. الخطورة في منطقة الجزاء. مروان الهدودي، الحكم يقول مواصل اللعب. عمر يبحث عن انطلاقات حفيظي. كرة رجاوية نحو بين مالونغو، يطلب كرة في العمق بين مالونغو، لكن التغطية من ايوب لكراد. مذكور يمر في منطقة الجزاء رجاوية. التغطية، المتابعة، ما زال الكنترول رجاوي، والتسديد المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة في المرمى. جول الثالثة في المرمى، جول لفريق رجاء. تعادل من البيك بين مالونغو، الحكم
يعلن عن استمرارية الكرة في الدار البيضاء. عبد الإله مذكور ممتاز جدا. شوف الكرة، شوف الكنترول، شوف التدخل من مفيد. سفيان رحيمي سددها مرة أولى وفي الثانية عبد الإله حفيظي. خروج حارس المرمى أيوب لكرد والمتابعة من بين مالونغو مسجلا بذلك هدف التعادل. تتغير النتيجة في الدار البيضاء للمرة الثانية في الجولة الأولى. الإعادة من مختلف الزوايا لما حدث. الرضا سليم ومن سيتولى التنفيذ. الرضا في تنفيذ الخطأ على بعد 10 دقائق. رضا سليم كرة تسدد والتغطية من دفاع الرجاء. استلام للكرة من الطرف الأيمن. إعادة توزيع المهام من قدم عبد الإله حافظي لبين مالونغو. يسدد كرة بين ضربة زاوية رجوية. بونغالا ضربة زاوية. محسن متولي كرة بالراس من بين مالونغو. كرة تتحول مرة ثانية ضربة زاوية رجوية. كرة من عبد الإله حفيظي نحو عمر العرجون بالراس بين مالونغو. تتحول هجمة المضاد الكونتر اتاك. كرة رجوية. سفيان رحيمي لبين مالونغو. محسن متولي ينقل الخطورة من جيمي رحيمي وبين مالونغو. يلحق بها ايوب لكرد لما تكون لحفيظي. حفيظي مر. حفيظي راوغ. حفيظي مر لبين مالونغو والتغطية تتحول الكرة لايوب لكرد. جليل جبيرة ولد الباشا من الطرف الايسر يبحث عن بين مالونغو. رحيمي لبين مالونغو. المتابعة من مذكور. لا شيء يذكر ولا شيء يعاد في الكرة الماضية. كرة للجيش الملكي. آخر فرص الجولة الأولى ممتازة جدا. كرة تسدد والتغطية المرة من سومايلا كوليبالي. تم صافرة نهاية الجولة الأولى من هذه المباراة والنتيجة كما من حضراتكم 1-1 بين الرجاء والأصفار. هذه تحيات سفيان الرشيدي على أمل لقائكم مع انطلاق الجولة الثانية. نتحول لزملاء في البلاطو. الوقت المناسب للإعلان عن انطلاق الجولة الثانية من مباراة الرجاء والجيش الملكي. تنطلق الجولة الثانية الفصل. علاقات رضا يا رضا والتغطية من أناس زنيتي. هنا كرة ليه ومن سيفوز بالمباراة في الجولة الثانية. متولي بين مالونغو. مشى مالونغو والتسديدة ضربة زاوية. الحكم يرفع رايه يقول ضربة مرمى. كرة رجوية. الرجوية منك يا مذكور. لرحيمي ممتازة جدا. جول رحيمي جول في الجولة الثانية رجوية. هدف ثاني في المباراة لرجاء. شوف الإعادة وشوف التمريرة وشوف الخطاب من الطرف الأيمن. انطلاقة من زكريا الوردي. مذكور مشى لوحده انطلق كسام من الطرف الأيمن لرحيمي. لم يكن رحيما سدد الكرة. نظن ارتدت من احد مدافعين الجيش الملكي. نعم في الجوله الثانيه. كره للامام ممتازه جدا. رضا سليم. اناس زنيتي يخرج والحكم يقول كره مشتركه مع حارس المرمى. الرجويه من الطرف الايمن. محسن متولي ينتظر الدعم. عمر العرجون في منطقه الجزاء في القائمه الثانيه بين مالونغو كبديل في الجولة الثانية مكاني كمان. كرة رجوية في القائمة الأول مبعد مازال الخطورة. يتدخل عمر الجراري. تواصل هنا الإعادة للكرة في ظاهرها كانت كرة سهلة لكن في الواقع كانت واحدة من أصعب فرص الجولة الثانية. أيوب لكرد تدخل وأبعد الكرة نزلت أمام رحيمي لكن لم يحسن وضعها في مرمى الحارس. أيوب لكرد تضيع. تولي لعب كرة في القائمة الأول ممتازة جدا. رضا سليم. الانطلاقه من مفيد في منطقه الجزاء نحو جنادو والحكم يقول خطا. كره من الطرف الايمن. مفيد. انسيلارات مفيد. مراوغات مفيد. وفي النهايه تدخل دفاع الرجاء. الجيش الملكي ينال ثقه من نوع خاص من طرف المدرب فاندر بروك. كان جلال الدودي الذي يلعب هذه المباراة. كرة رجوية من بين مالونغو. رحيمي انطلق. رحيمي يبحث عن التوغل في منطقة الجزاء. سفيان رحيمي لكن يمرر الكرة. ضربة زاوية لفريق الرجاء. تلعب كرة عمر العرجون ينقلها في منطقة الجزاء. المتابعة بالراس من طرف يانيك بونغالا. تتحول كرة لفريق الجيش الملكي. الرضا سيم للامام. الرضا يا رضا. راوغ رضا. ضربة جزاء لفريق الجيش الملكي. تعال المباراة من جديد.
من الإعادة. وشوف جودة التمريرة من فاتي يا فاتي لرضا سليم. رضا سليم في تنفيذ ضربة جزاء. سليم في التنفيذ، رضا في التنفيذ، كرة تسدد. رضا يا رضا، كل الرضا. رضا سليم يتمكن من تسجيل هدف التعادل. نعود لمواقف البدايات في هذه المباراة بين الرجاء والجيش الملكي. المباراة لم تحسم بعد. شوف الطريقة اللي نفذ بها رضا. ضربة خطر رجاوية. سفيان رحيمي في التنفيذ. الرحيمي في تنفيذ الخطأ. سفيان في منطقة الجزاء. هنا الإعادة، تمريرة من غوما كيف ما جاته مررها محمود بن حليب. حاول انه يلعبها في القائمة الثاني لكن ما وصلتش بين مالونغو. ضربة زاوية محمود بن حليب مبعدة تتحول رجوية في منطقة الجزاء. بن حليب ويانيك بونغالا وباقي رفاق. تونغرا في الإبعاد، المراوغة والتوغل في منطقة الجزاء لكن التغطية من دفاع الإصفار. محمود بن حليب ممتازة جدا. رحيمي ضربة جزاء. ضربة جزاء. ولكن شوف جودة التمريرة من محمود بن حليب. التمريرة لرحيمي. رحيمي راوغ لاعب آخر ممكن يسددها ويحبط عن تسديدها ويتفضلها. يفكر في شيء واحد وتسجيل كرة هدف. بن حليب في التنفيذ. محمود بن حليب جول بين الرجاء والجيش الملكي. 3-2 الرجاء في موقف مريح. الرجاء في موقف مريح يبحث عن نقاط انتصار. مباشرة نحو بين مالونغو. ربيع حرماته بين مالونغو. انطلاقة من غوما للاستلام من غوما من الطرف الأيمن. كرة رجوية. غوما في منطقة الجزاء لكن التغطية من يانيك بونغالا. يتوج عريس هذه المباراة. كرة لفريق الجيش الملكي. المتابعة من اناس زنيتي بين قطبين من اهم اقطاب كرة القدم الوطنية. برقية يوني المباراة. وشوفوا كم الفرحة في هذه المباراة. يعرفوا بأهمية مباراة اليوم وبقدر مباراة اليوم. الرجاء يفوز 3-2 امام الجيش الملكي ليتحول للصدارة ب 39 نقطة والجيش الملكي يتجمد رصيده عند 32 نقطة. لكن الشيء المهم اليوم وأن الفريقين معا يستحقان كل الإشادة وكل الدعم لما قدماه في هذه المباراة الكبيرة اليوم والتي تليق بكلاسيكو من كلاسيكيات كرة القدم الوطنية. تحية لمسعد جردة والفاندر بروك على تضحياتهم التكتيكية وإضافتهم الفنية